السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى موعد رياضي نقدمه لكم من تلفزيون النهار. شد المنتخب الوطني لكرة القدم الرحال صباح اليوم إلى مدينة كوتونو البنينية من أجل مواجهة المنتخب المحلي الأحد المقبل في رابع مباريات الخضر في التصفية الإفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014، حيث انطلقت بعثة الجزائرية المتكونة من حوالي 50 عضوا، منهم 25 لاعبا بقيادة رئيس الفاف محمد روراوة، لنتنقل على متن طائرة خاصة من مطار هواري مدينة الدولية على الساعة 8:30 صباحا في رحلة ينتظر أن تستغرق 5 ساعات. هذا وسيجري اللاعبون حصة استرجاع مباشرة بعد وصولهم إلى فندق نوفوتيل. الزميل أحمد رحم كان حاضرا في المطار وعد لنا بهذه المشاهد. سلام. عمي الحاج صباح الخير، ما خلاوناش ندخلوا عمي الحاج. ان شاء الله نجيو ربحين ان شاء الله. امين. هذا واش تحبوا. زعما يقول لكم ان شاء هذا وقد رفضت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السماح لرجال الإعلام بالاقتراب من اللاعبين. هذا وكان لاعبو المنتخب الوطني قد أجروا مساء أمس آخر حصة تدريبية لهم في التربص الاستعداد لمواجهة البنين المقررة الأحد المقبل في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة لتصفية مونديال البرازيل 2014. هذا وجرت الحصة بملعب فريد شكرون ببن مسوس، وبحضور 26 لاعبا تم استدعائهم للتربص، أين تم تخصيص العديد من التمارين بالكرة. عبر